يا ترى إيه اللي خلى بومبو يحس إنه تقيل ومش قادر يتحرك؟ في بيت دافي مليان نور كانت عايشة مكنسة صغيرة اسمها بومبو، واقف بفخر جنب شوية تراب مستني حد ينادي عليه عشان ينظف. ندى كانت قاعدة تقص وتلزق، والكركبة نزلت على الأرض في كل حتة، وبومبو بصلها بنظرة هو احنا لسه هنبدأ كده؟ ندى قالت هلميهم بعدين ومشيت. وفجأة بومبو حس نفسه بيكبر ويتقل، كأن التأجيل شده لتحت. كل ما الشغل يتأجل بومبو يكبر أكتر. ندى اتخضت وقالت يا نهار أبيض مالك؟ قربت وقالت له أنا السبب، سبت الشغل وتقلت عليك. وبومبو واقف تعبان بيقول بعينيه أهو التأجيل بيتقل الدنيا. تاني يوم ندى ما استنتش، نظفت مع بومبو فوراً، وبومبو مع كل حركة كان بيرجع يصغر ويخف. الأرض نطفت وبومبو رجع صغير وفرحان. وندى قالت له بابتسامة الشغل في وقته أحسن مليون مرة. وقفوا الاتنين مبتسمين، البيت نظيف وبومبو شكله طاير من الفرحة. وندى قالت ومن يومها ما أجلتش ولا حاجة. أصحابي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.